السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود العراقي من قناة جاست 5. الحلقة دي هناخد الخمس جمل بتوعنا من أفضل الجمل باللغة الإنجليزية اللي نقدر نستخدمهم في حياتنا اليومية زي الأجانب. بس قبل ما نبدأ فضلا لأمرا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل الحلقات والدروس أول بأول. يلا نبدأ. يلا بينا. I'm happy to hear that. 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 الجملة الأولى بتقول I'm happy to hear that. 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 الجملة معناها أنا سعيد لسماع ذلك. الجملة دي بتعبر بيها عن سعادتك وفرحتك لشيء انت سمعته، خبر حلو ليك مثلا أو لغيرك من الناس اللي بتحبهم وهكذا. الجملة دي نقدر نستخدمها في مليون موقف. تعالوا نرجع نسمعها تاني. I'm happy to hear that. 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 I'm glad you came back, Mike. 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 الجملة التانية بتقول I'm glad you came back, Mike. 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 الجملة معناها أنا سعيد لأنك عدت يا مايك. هو هنا برضو بيعبر عن فرحته لرجوع صاحبه وعودته. إيه بقى الفرق بين glad و happy اللي كانت في الجملة اللي فاتت؟ happy هي بتعبر دايما عن حالة فرح وسرور عامة مش لشيء معين، يعني بشكل عام. أما glad بتعبر برضو عن فرح وسرور ولكن لشيء معين بعينه بشكل خاص. ولكن إذا استخدمت أي واحدة فيهم لأي موقف فرح أو سرور بشكل عام أو حتى خاص مش هيكون غلط، هتأدي نفس الغرض والمعنى. تعالوا نرجع نسمعها تاني. I'm glad you came back, Mike. I'm glad you came back, Mike. Do we look alike? 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 الجملة التالتة بتقول Do we look alike? Do we look alike? Do we look alike? Do we look alike? الجملة معناها هل يبدو أننا متشابهين أو شبه بعض؟ يبدو علينا التشابه؟ هنا الجملة بتعبر عن التشابه كأن شخص مثلا شافني أنا وصاحبي وادانا انطباع كده إننا شبه بعض أنا وصاحبي ده، فبنسأله هو احنا متشابهين مثلا؟ يبدو علينا التشابه؟ Do we look alike? Do we look alike؟ هل يبدو علينا التشابه؟ تعالوا نرجع نسمعها تاني. Do we look alike? Do we look alike? We should do another round. 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 الجملة الرابعة بتقول We should do another round. 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 الجملة معناها ينبغي لنا أن نفعل جولة أخرى. بتقول الجملة دي كأنك مثلا رايح مكان تجمع معلومات وملحقتش، أو رايح تتفسح مثلا وملحقتش تستمتع بالجولة، عشان كده بتقول محتاجين نعمل جولة تانية. We should do another round. تعالوا نرجع نسمعها تاني. We should do another round. We should do another round. I'm innocent. 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 I'm innocent.
الجملة الخامسة بتقول I'm innocent. I'm innocent. I'm innocent. I'm innocent. الجملة معناها أنا بريء. ببساطة كده إن الشخص اللي بيتكلم بيدعي براءته أو إنه غير مذنب. تعالوا نرجع نسمعها تاني. I'm innocent. 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 تعالوا بقى نرجع نسمع الجمل تاني كلها بترجمة علشان نتدرب عليهم كويس جدا. I'm happy to hear that. 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 I'm glad you came back, Mike. I'm glad you came back, Mike. Do we look alike? Do we look alike? We should do another round. We should do another round. I'm innocent. 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 معادنا دلوقتي مع الهومورك، وهم فقط جملتين من مشهدين عايزكم تسمعهم كويس جدا، وعايزكم تكتبوا لي في الكومنتس سمعتوا ايه حتى لو كتبت غلط. That's not like you. 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 Great! Now you can go! 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 وبكده خلصت الحلقة. يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تستفيدوا أكتر وأكتر في قناة جاست 5. وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل الحلقات اللي جاية. كان معكم محمود العراقي من قناة جاست 5. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.